على الكيف. حبسوه، شوفوا فيه مليح من الفوق، كل شيء يتبدل فوق الصباح. شوفوا فيه مليح، نقطوا البلاد من هذوك مات. هيا طيروا زيدوا فيه. بمدخل البيت ساحة مهيئة في شكل دكان، أين توجد مخدرات مجزأة بإحكام وقابلة للترويج، وعلامات مختلفة لمشروبات الكحولية. ما ماشي خاطيه، هو حبالو كتب خاطيه الشيرة، هو خاطيه كيف ولا يبيع المجاهدين. اللواء كمال عبد الرحمن قائد الناحية العسكرية الثانية الأسبق يخرج عن صمته بخصوص ما يعرف بقضية الكوكايين ردا على اتهامات الوالي الأسبق لوهران بشير فريك. ما يعرف بفضيحة الكوكايين في وهران، ما يعرف مصطلح بفضيحة الكوكايين، هذا ملف قذر ووسخ وسخت أصحابه جميعا. هذا المدعو قوادري اللي هو خدام سيادو، الجنرال كمال هو اللي جابه. فجر قاده زيل حكاية الكوكايين اللي يتهم فيها مجموعة أشخاص ذكرتها، على رأسهم قائد الناحية الجنرال كمال والوالي قوادري والمدعو مقراني مختار اللي كان رئيس أمن الولاية. كمال عبد الرحمن ولد في منطقة سور الغزلان، وهو يعيش حاليا بين إسبانيا ووهران، وقد كان قبل تحوله إلى مروج للكوكايين بطلا حقيقيا أنقذ حي الأبيار في العاصمة من كارثة حقيقية في أكتوبر 1988 حين رمى أحد المتظاهرين قارورة مولوتوف داخل الدبابة التي كان مسؤولا عنها، فالتقطها الجنرال كمال ليرميها خارج الدبابة فانفجرت في وجهه وتسببت في فقده أحد عينيه. تم ترقية كمال عبد الرحمن بسرعة ونقله من المشاة الميكانيكية إلى المخابرات مكافأة له على بطولته، لكن جشع زوجته التي أثرت عليه بجمالها جعلها تلح عليه كي يستغل سلطته لجنين مال، استغلال بدأ بسيطا في البداية. في سبتمبر 1990 تولى العقيد في ذلك الوقت كمال عبد الرحمن إدارة أمن الجيش، وفي سبتمبر 1990 تحول أحمد زنجبيل الشلفاوي من مهرب صغير للسيارات والزطلة إلى بارون مهم من بارونات المخدرات في الجزائر، بعد أن عمل لسنتين تقريبا مخبرا للأمن العسكري، وكان المسؤول عن تشغيله هو كمال عبد الرحمن نفسه. كان الفساد والخيانة قد تفشيا بشكل كبير داخل جهاز المخابرات بفضل عملاء فرنسا الذين اخترقوه مثل اسماعيل العمالي ومحمد مدين. كانت علاقات زنجبيل بضباط مخابرات مغاربة قاموا بتجنيده بدورهم هي المفتاح السري الذي فتح قلب الجنرال الجزائري له، لأن تلك العلاقة وراءها ثروة كبيرة. كان زنجبيل على صلة وطيدة بكبار مهربي الزطلة في منطقة كتامة شمال المغرب مثل أحمد بنقوب وأحمد اليخلوفي والنيني والرماش، وكان أهم البارونات آنذاك هو الشريف بن الويدان المعروف بالخراز، والذي كان يدفع أكثر مما يدفع منافسه من رشاوى لصغار وكبار ضباط المخابرات والجمارك والشرطة والدرك الملكي، أشهرهم الجنرالات والعقداء حميد العنيقري وعبد العزيز إيزو وعبد المولى التطواني وهاشمي فريد وأحبار وغيرهم.
كان الجنرال كمال يتدخل بشكل مباشر لإطلاق سراح أصدقائه إذا تم القبض عليهم، ومن قام بتهريب أحمد زنجبيل يوم صدور أمر بالقبض عليه في أوت 1999، بل إنه أصبح يرسل أعوانه لاقتحام المحاكم وإطلاق سراح المتهمين، كما حدث مع فتحي غرفي الذي تم تهريبه من محكمة الثانية في سبتمبر 2002، ومع 6 من أعضاء الشبكة تم تهريبهم في جانفي 2003 من سجن عين الصفراء التي تقع في حدود الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. أما من كان يحاول التدخل لكشف أو عرقلة عمل الشبكة فكان يتم تلفيق تهم له وسجنه، كما حدث مع عميد الشرطة ورجال الجمارك الذين كشفوا شحنة المخدرات الموجودة في حاويات الزبدة والمارغرين في ميناء وهران في فبراير 2001. استطاع الجنرال كمال عبد الرحمن أن يجمع ثروة طائلة أنشأ بها شركات ومصانع لا تعمل إلا قليلا ولكنها تربح كثيرا، وكان ذلك لتبييض الأموال التي جناها من المخدرات، فأصبحت بفضل تلك المصانع والشركات أموالا نظيفة بعد أن اقتطعت منها مبالغ بسيطة لإسكات فم جهاز الضرائب. Merci pour ce moment